ازاي اقول لولادي ان احنا خلاص هنتطلق؟ اهم حاجه انا عمود الاسره، سواء الاب او الام. فلازم لو احنا هنبلغ الطفل نبقى مستقرين نفسيا الى حد ما. المرحله صعبه على الكل، بس واحنا بنحكي ما نبقاش فيه غضب، ما يبقاش فيه اريافه، ما يبقاش فيه زعل من الشخص التاني، علشان لما اجي احكي ابقى احكي بتوازن. حاجه مهمه ان انا استقبل مشاعر الطفل بكل انفتاح، توتر، قلق، خوف، زعل، اي حاجه استقبل كله واعرف احويه. تالت حاجه المكان، لازم اعرف اختار المكان مظبوط. ما ينفعش يبقى في بيته، ما ينفعش يبقى في مكان هو بيحبه، يبقى مكان هادي بس مكان هو مش متعلق بيه، عشان دايما الصدمه تتعلق بالاماكن والاطفال بيكرهوا الاماكن بعد كده. رابع حاجه لازم ابقى متاكد واكد على الطفل ان انا دعمي ليه ووجودي ليه هيفضل موجود. مش معنى ان بابا وماما اتطلقوا ان انت كطفل هتتنسي، بالعكس احنا هنفضل زي ما احنا وهنفضل نحبك زي ما انت. خامس حاجه ودي مهمه جدا، روتين الطفل ما ينفعش يتغير. لو بيروح تمارين معينه، لو بيروح خروجات معينه، لو بيعمل اي حاجه، لازم الروتين يفضل مستقر. بيصحى في مواعيد معينه، بينام في مواعيد معينه، لازم الروتين يبقى مستقر عشان ما يحصلش حاجات كتير قوي في نفس الوقت تحسسه ان هو فجأة حياته اتغيرت.